وهاي اليوم جهزت لكم طريقة البندورة المجففة. يا جماعة قد سهلة وسلسة وأطيب من هيك ما فيكم تعملوها بالشمس وفيكم تعملوها بالفرن. يعني الحل حيرضي الطرفين، الناس اللي ما عندن شمس حيعملوها والناس اللي عندن شمس حيعملوها. للأمانة أطيب بندورة مجففة رح تجربوها. مثل ما تعودنا حبايبي، بليز لا تنسوني من لايك ومشاركة للفيديو وأي تعليق بيجي قدامكم، ونصلي على النبي ونبدأ. هون كبداية أنا جايبة 3 كيلو من البندورة البلحية يلي بتيجي هيك ممطوطة شوي، يعني مو المدورة المكعبلة، لا المطاولة، عرفتوا علي؟ هاي أحسن بندورة للتجفيف للأمانة. والحبة المضروبة فيكم تقصوها تشيلوا طرفها وتخلوا الباقي سليم مثل ما هو. اغسلوها ونشفوها كتير منيح وابدأوا قطعوها بهذا الشكل. قطعوا الحبة 2 مو أكتر. شايفين حبايبي؟ قطعت كل الكمية، بتدخل بكتير اكلات من وصفاتنا باذن الله رح نطبقها مع بعض. هون جبت صدر الفرن، حطيت فيه هلا ورقه زبده. فيكم هلا تحطوه مثلي بالفرن، وفيكم تجيبوا شبكه وبعد ما تحطوا عليها للبندوره ملح تخلوه بالشمس 3 ايام 4 ايام حيكون جاهز معكم. اهم شي حبايبي بدنا نحط عليه الملح الصخري اللي هو ملح البحر الخشن، مو الملح العادي. هيك نحط رشة على كل قطعة مثل ما حكينا. هلا اذا انتم بتحبوا فيكم تحطوها على شبكة وتخلوها على الشمس، وكل يوم مع استمرار التقليب كل يوم تقلبوها مرة ومرتين 3 4 ايام حتكون جاهزة وغير شكل. بس انا عملتها بالفرن اسرع بس عشان اخلص التصوير بنفس اليوم، ما ياخد معي 3 ايام، فاهميني؟ يعني بالشمس بينفع وبالفرن بينفع، واطيب واحلى من هيك ما في. بتشغلوا عليها درجة حرارة على 40 على 50، تمام. وبتشغلوا عليها بس من تحت، ما فينا نشغل تحت وفوق مشان ما نحرقها. مع استمرار التقليب كل شوي بتقلبوها حتى تنشف معكم وتوصل لهذا يعني لهذا الشكل مثل ما شايفين حبايبي. اهم خطوة مع استمرار التحريك والتقليب فقط مشان ما تحترق معانا، تمام. وفيكم مثل ما حكينا طريقة الشبكة، انت حترشيها بالملح وترميها على الشمس وكل يوم تقلبيها، وحتطلع كمان بنفس النتيجة وافضل بكتير لانه هي اساسها بالشمس. واحلى والذ من هيك يا جماعة ما في. طبعا الناس اللي باوروبا وهون وهون المناطق ما بتوصل الشمس، جربوها بالفرن، عن جد عن جد عن جد حتحبوها كتير. فيكم تحفظوها بالمطربانات بدون اي شيء، وفيكم تحفظوها بالمطربانات بالزيت الزيتون. شوفوا ما شاء الله كيف نشفت. هذا الشيء اللي نحن بدنا اياه. هلا انا مطربان خليته فاضي ما حطيت عليه زيت ولا اي شيء، بحفظه هيك بالمطبخ باي مكان ما في اي مشكله. والمطربان الثاني حطيت عليه كميه من الزيت الزيتون والروزماري، وحطيت هيك حبتين من الثوم، بيعطيها طعم يا جماعة حرفيا غرام. فيكم تدخلوها بالبيتزا، فيكم تدخلوها بالبيض المقلي، بالمعجنات، فيكم تعملوا فيها أكلات سريعة. حنصور فيها كتير وصفات حتحبوها بإذن الله. اتبعوا الطريقة وبإذن الله حتنجح معاكم وتكون أطيب وأحلى من هيك ما في. والناس اللي خلق ضيق مثلي ما بحبوا يعملوا بالشمس، فيكم تعملوا بالفرن، وكل واحد حسب الرغبة. فيكم تعملوا بالشمس وفيكم تعملوا بالفرن، وكيف ما بتحبوا وكيف ما بتفضلوا. بحبكم بالله والسلام عليكم. ما تنسوني من دعوة من القلب.